ازيكم عاملين ايه يا اخواتي وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هنعمل صينيه بطاطس في الفرن جامده ان شاء الله هتعجبكم جدا. اول حاجه يا جماعه بقطع كده البطاطس شرايح، تمام، وبقطع طماطم شرايح حوالي 3 حبات طماطم، كميه البطاطس اللي انت عايزاها، تمام. بقطع حوالي 3 حبات طماطم شرايح، وبصلايه كده شرايح، وكمان معايا قرن فلفل واحد بقطعه شرايح زي ما انتم شايفين. وبعد كده بفرم 4 حبات طماطم وعليهم شويه كمون وفلفل اسود وشويه ملح، وكمان يا جماعه بحط عليهم معلقه سمنه ومعلقه توم مهروس، تمام. بفضي بقى الطماطم اللي انا فرمتها كده على المكونات، احطهم بقى على نار عالية لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما تحس ان البطاطس خلاص ابتدت تستوي، يعني قربت تستوي. بعد كده بتنزليها بقى من على النار وتدخليها الفرن لمدة نص ساعة علشان طبعا الماء اللي فيها تنشف، وكمان تكمل سوا وتنشف زي ما انتم شايفينها كده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ مش عايزة اقول لكم يا جماعة على طعمها، والله العظيم مش ببالغ، طعمها روعة. جربوا الطريقة ان شاء الله هتعجبكم جدا. وكمان حطيت كمان مع معلقة السمنة شوية زيت على صينية البطاطس عشان تاخد كده وتبقى فيها لمعة جميلة كده مع الرز بقى حبة وحبة. اتفضلوا معانا بقى بألف هنا وشفا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وكمان اشتركوا في قناتي عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، واستنونا ان شاء الله بفيديوهات كتيرة جدا. باي باي.